في عالم مليان متغيرات، كل حاجة بتتغير، مفيش حاجة بتفضل ثابتة، ومفيش حاجة بتبقى عامل حسابك انها موجودة مضمونة 100% انها موجودة او هتحصل. العالم ده مليان متغيرات، ودلوقتي كل حاجة كمان بتتغير بسرعة. فافتكر في مهارة واحدة بس لو عندك هتعرف تتعامل مع كل التغيرات دي، وهو ببساطة انك تعرف تتكيف معاها. النهاردة هنتكلم عن مهارة التكيف. والتكيف هو ان انت تعرف تتعامل كويس مع الحاجات اللي بتحصل حواليك، مع الظروف الخارجة عن ارادتك، مع المشاكل اللي ممكن تقع فيها وانت مش عامل حسابها. التكيف هو ان انت بتفكر في المشكلة او الظرف اللي انت فيه او الموقف اللي انت فيه ده بشكل يخليك تعرف تتعامل معاه، مش يخليك تهرب منه. طب ليه مهم انك تعرف تتكيف مع الحاجات اللي بتحصل حواليك؟ ببساطة لان مفيش حاجة بتمشي حسب الخطة. الخطة لازم تتغير، ولازم تبقى متقبل ده. لازم تبقى متقبل ان انت بتحط خطة ان هي هتتغير، وان في حاجات انت ما كنتش عامل حسابها هتحصل. ولازم تبقى فاهم ده كويس عشان ما تحصلكش مشاكل بعد كده. فلازم تبقى عارف ان الخطة معمولة عشان بس تعرفك الطريق اللي انت ماشي فيه، فهمك الطريق اللي انت ماشي عليه ده هيكون شكله عامل ازاي، محتاج تحط مجهود في ايه اللي محتاج ان انت تعمله بالظبط. بس ده ما يمنعش ان الخطة ما بتشملش الحاجات اللي بتحصل حواليك. انت عمرك ما هتتوقع الحاجات اللي ممكن تحصل لك او اي متغيرات، فبالتالي انت بتحط الخطة وعارف انك في المستقبل هتغيرها او هتعدل عليها بشكل او باخر. فما تعتمدش على الخطة بشكل اساسي ان هي دي فعلا اللي هتمشي بالظبط ومفيش حاجة هتيجي تبوظ اللي انت عملته ده. لازم تتقبل ان في متغيرات بتحصل في الدنيا، ولازم تعرف تتكيف معاها. نيجي بقى للحاجة الأهم، هو احنا ازاي أصلا نتعلم التكيف؟ اول حاجه محتاج تعملها هو ان انت تفكر بشكل ايجابي، مش بقى كلام التنميه البشريه واللي هو انت تقدر تعمل كل حاجه، انت اجمد واحد في الكون، انت مش ده التفكير الايجابي. التفكير الايجابي فعلا هو ان انت تواجه، ان انت لما في حاجه جديده تخش عليك او مشكله تقابلك او حاجه انت مش عارف تتعامل معاها، ما تقولش انا ما اعرفش اعملها وتهرب من الموضوع وتخاف زياده عن اللزوم. لا، لازم يبقى عندك طريقة تفكير بإن أنت تواجه الحاجة، تقف قدام الحاجة دي. يمكن الحاجة دي مش كبيرة أوي زي ما أنت متخيل، يمكن الحاجة دي مش صعبة أوي زي ما أنت فاكر، وفي نفس الوقت حاول تتعلم إنك تحل المشكلة دي أو تواجه المشكلة دي، لأنك كل ما هتتعلم حاجة جديدة أو مهارة جديدة تمام ده هيساعدك أكتر وهيخليك أنت ذات نفسك واثق في نفسك أكتر وعندك مهارات كتير تعرف تعمل بيها حاجات كتير جدا في حياتك. فحاول على قد ما تقدر ان انت اي مشكلة تواجهك تحاول تتعلم منها، تحاول تاخد منها الكويس او التجربة يعني اللي تفيدك، وتحاول ان انت تعملها. ما تهربش وما تقولش لا انا ما بعرفش اعمل الحاجة دي، انا مش بتاعتي، ما عمري ما عملتها. جرب تعملها، اتعلم ان انت تعملها، مش عيب ان انت تتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت ده اصلا كل ما هتتعلم حاجة جديدة ده هيديك خبرة تمام في الحاجة اللي انت بتعملها. كل ما يبقى عندك مهارات اكتر كل ما ده هيسهل عليك انك تعرف تتكيف مع اي حاجة بتحصل في حياتك وان انت توصل لهدفك اسرع. تالت حاجة محتاج اقول لك عليها هو ان انت تركز بس على الحاجات اللي تقدر تتحكم فيها. يعني لما تقع في مشكلة او تتحط في موقف انت ما كنتش عامل حسابه او تخش تجربة جديدة، ما تحاولش ان انت تفكر في كل حاجة، ما تحاولش ان انت تفكر بكل وجهات النظر الممكنة، مثلا تحطش كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل. يعني ما تقعدش تكبر الموضوع. انت كل المطلوب منك بس هو ان انت تعمل اللي انت تقدر تعمله، الحاجة اللي انت تقدر تعملها، الحاجة اللي انت متحكم فيها. في حاجات خارجة عن ارادتك، حاجات انت مالكش علاقة بيها، حاجات ممكن مستحيل تعرفها والمستحيل تتحكم فيها. فما تكبرش الموضوع على نفسك. كل اللي محتاج تعمله ساعتها هو ان انت تعمل اللي عليك بس، مش مطلوب منك اي حاجه تانية غير ان انت تعمل اللي عليك وخلاص. ما دام عملت اللي عليك ما تفكرش ايه اللي هيحصل. يعني اي حاجه هتحصل تاني فخلاص دي خارج نطاق تحكمك، فما تقلقش. خلاص اللي انت تقدر تعمله خلاص انت عملته. ده هيشيل عليك هم كبير جدا ويخليك مكمل دايما تعرف تتواكب مع اي حاجه بتحصل معاك او اي موقف جديد او اي موقف تتحط فيه يعني. خليك مرن، لازم تفهم كويس ان عادي ان ممكن يحصل تغيير، وتغيير كبير مش تغيير صغير. عادي ان في حاجة جديدة تظهر لك، ممكن تبقى فرصة جديدة. عادي ان الخطة اللي انت كنت حاططها تبوظ ومفيش اي حاجة منها تمشي. كل ده عادي وكل ده طبيعي، فلازم تبقى مرن ان انت تخش على الخطوة اللي بعدها. ما تقفش كتير عند الخطة اللي باظت، الخطة اللي محتاجة تتعدل.
الظروف اللي جت عليك. ممكن ناخد مثال على ده، مثلا الشركات في وقت كورونا. الشركات في وقت كورونا كانوا نوعين: في شركات وقفت ومبقوش عارفين يعملوا ايه، وما ادوش نفسهم فرصة حتى ان هم يفكروا ايه الحلول، هم بس خدوا الصدمة ومبقوش عارفين يعملوا ايه. في شركات تانية بقى لا، الشركات دي عرفت تعمل ايه بالظبط، عدلت الخطط بتاعتها بحيث ان هي تواكب الظروف اللي حصلت دي، وفي منها حقق مكاسب كبيرة جدا وفعلا كبر في الوقت بتاع كورونا. في شركات كتير جدا نشأت وكبرت ونجحت ولحد دلوقتي موجودة بسبب بس التغير بتاع كورونا. فتخيل ان تغير زي ده ممكن يكون كان بشع على ناس كتير وأثر على حياة ناس كتير بالسلب، ولكن في ناس تانية وفي شركات تانية عرفت تتواكب مع التغير اللي حصل ده، فوصلت للي هي عايزاه. رابع حاجة هو إن أنت تتعلم من كل تجربة. حاول تخش تجارب كتير، كده كده التجارب اللي هتخشها دي هتخسر فيها وهتغلط فيها كتير جدا، بس هو ده المهم فعلا. يعني أنت بتغلط، لأنك لما تغلط هتعرف إنك غلطت في الحاجة دي فمش هتكررها تاني. الحياة عاملة زي فيديو جيم، مفيش حد قفل الفيديو جيم من أول مرة، لازم كل مرة يقع في مهمة، يغلط، معرفش يكمل، يخش يشوفها فيديوهات، يجرب تاني، نفس الكلام. عشان تليفل اب في حياتك او عشان تليفل اب في اللعبة يعني لازم تغلط، لازم تشوف جيم اوفر. فهي دي بالظبط الدنيا، لازم انك تجرب وتغلط وتخسر وتتعلم، فبالتالي تعرف تخش على الليفل اللي بعده. ما تخافش انك تغلط غلط، ده مهم جدا عشان تتعلم. حاول تجرب اكتر قدر من الحاجات اللي انت ممكن تجربها عشان تكتسب اكبر خبرة ممكن انت ممكن تعرف تعمل معاها. اخر حاجة حابب اختم بيها هو اهمية الرضا في كل اللي فات ده. انت مش هتعرف تعمل اي حاجة من اللي فاتت دي من غير فعلا ما تكون فاهم ان الرضا هو جزء كبير من اللي احنا قلناه. انك تبقى فاهم ان كل اللي بيحصل في حياتك ده قدر، وان عادي ان ممكن حاجات تحصل انت ما تبقاش عايزها تحصل، ولكن لازم في الاول والاخر تبقى راضي بقدر ربنا، وانك ترضى باي حاجه تحصل لك وتصبر لو حصل لك حاجه انت مش حاببها ان هي تحصل لك، او مصيبه او بلاء نزل عليك. لازم تبقى راضي وفاهم ان الاقدار دي جايه من عند ربنا، ثق في ربنا وما تقلقش. يعني فكرة انك تبقى راضي دي مش هتخليك مهموم، مش هتخليك شايل هم، مش هتخليك شايل هم المستقبل ولا شايل هم الحاجات اللي بتحصل لك، لانك عارف في الاول والاخر ان كل دي يعني اختيارات ربنا، واختيارات ربنا اكيد احسن من اختياراتك. فما تحاولش ان انت تشغل نفسك بالدنيا وانك لازم تعمل الحاجة دي بالشكل الفلاني، وانك لازم توصل للعدد الفلوس دي مثلا، او انك النجاح المعين اللي انت عايزه ده، او الحاجة اللي انت عايزها. مش بقولك ما تسعاش، بس مهما حصل لازم تبقى راضي باللي ربنا كتبه ليك في الاخر. ده هيشيل عنك حمل كبير جدا، مش هيخليك مهموم، مش هيخليك بتجري ورا حاجة فعلا مش مهمة. خليك بس بتجري ورا الحاجات المهمة. فالرضا مهمة جدا في حياتنا. يعني ممكن كمان غير الرضا هي فكرة انك تثق في ربنا، وتثق ان كل حاجة بتحصل هي بإيد ربنا. فمفيش حاجة هتقدر تضرك مادام ربنا مش كاتبها لك، ومفيش رزق مش هيجيلك لو هو مكتوب لك. اي حاجة مكتوبة لك كده كده هتشوفها. وثق في ربنا، ولما تقع في اي مشكلة افتكر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام لما كان بتحصل له مشكلة او يقع في دقيقة هو مش عارف يعمل ايه، فكان بيقول حاجة واحدة بس، كان بيقول اني عبد الله ولن يضيعني. يعني مفيش حاجة افتكر مثال للثقة اكتر من